تصريح خطير من إمام عاشور يكشف فيه تفاصيل خناقته مع قفشة. يا ترى إيه اللي حصل بينه وبين قفشة، وليه الأهلاوية كلهم زعلانين منه؟ إمام عاشور في ورطة، يا ترى هيعدي منها ولا ماتش السوبر كشف عن المستخبي كله؟ وإمام قدامه تحقيق مع كامل إدارة مجلس النادي الأهلي بسبب اللي عمله في مباراة الزمالك، وكمان تصرفاته وظهوره كتير مع المدام الفترة الأخيرة. ايه اللي حصل مع امام عاشور بالظبط، وايه حكاية الخناقة ما بينه وما بين قفشة، وليه قفشة راح اشتكى امام للخطيب؟ تعالوا في البداية نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللي حصل في ماتش السوبر الافريقي خلى الكل عيونه تتفتح على الاهلي. هو في ايه؟ الاهلي كانت الدنيا ماشية زي الفل، فجأة الدنيا اتقلبت وحال اللعيبة راح، وإدارة النادي نفسها مش قادرة تصدق إيه اللي حصل. وبدأ الكلام عن تحقيقات داخل الأهلي بخصوص إمام عاشور. إدارة الأهلي مش راضية خالص عن اللي حصل في ماتش السوبر قدام الزمالك، وإمام عاشور كان واحد من الأسباب. وناس كتيرة أكدت إن الأهلي خلاص بيحقق مع إمام بسبب المشادات اللي حصلت في الماتش، سواء مع لعيبة الزمالك أو حتى مع زميله في الفريق مجدي قفشة. بس مش هجوم على إمام عاشور. إمام عاشور كله عارف إنه من اللعيبة اللي عندها إمكانيات عالية، والجمهور كان متحمس ليه بعد انتقاله للأهلي. لكن اللي حصل في الماتش ده مش في مصلحته خالص. دخوله في مشادات كتيرة خلاه فقد تركيزه في الملعب. حتى لما خرج من الماتش رد على هتافات الزمالك، وده خلى الإدارة والأجهزة الفنية ما بقتش مبسوطة منه. بعد خسارة الأهلي بركلات الترجيح، المباراة انتهت طبعا بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي. ده فتح باب كبير للانتقادات من الجمهور. ودايما الأهلي لما بيخسر بنلاقي تحركات سريعة عشان يقدروا يصلحوا الأخطاء دي. كل الجمهور طالب بعودة سيد عبد الحفيظ. لا، الدنيا دي مش هتتظبط إلا لما سيد يرجع مرة تانية. طبعا العقوبات اللي اتعرض ليها إمام عاشور كانت بالملايين، ولكن في الأغلب مش عايزين يعلنوا عنها، وإن الموضوع هيكون فيه عقوبة شديدة، خصوصا إن إمام عاشور ما بقاش موجود في قائمة المنتخب المصري اللي أعلن عنها حسام حسن. وده بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة وكل اهتمامه بالإيفنتات والمعارض، وإنه طول الوقت بيتصور في حفلات مع المدام، وما بقاش فارق معاه أي حاجة، وبقى عنده ثقة وكعبه بقى عالي. عشان كده إنه حسام حسن رفض وجوده هو وبعض الأسماء في قائمة المنتخب. وده خلى تساؤلات كتيرة قوي تحصل. إيه اللي حصل ما بين إمام عاشور ومجدي قفشة؟ حصل فعلا مشادة وكل الناس شافتها. وده كمان مش بس كده، بسبب ان يعني امام كان مصر انه يعمل حركات مش ولا بد داخل الملعب امام لعيبة نادي الزمالك، وان الاهلي عنده الفترة اللي جاية بطولات كتيرة، وان المفروض امام عاشور يركز. عشان كده قفشة راح للخطيب وقال له لازم نظبط الدنيا شوية، خصوصا ان قفشة معروف عنه انه صريح واللي في قلبه على لسانه وما بيهمهوش حد. قال إمام كده خلاص مستواه هيرجع، فأنت لازم تركزوا قوي مع اللي إمام عاشور بيعمله. بطولة كأس الانتركونتيننتال إن الأهلي هيلعبها قريب قوي، وكمان عنده ماتش السوبر المصري، والجمهور بيطالبوا لازم تفرحوا.